دي الحلقه ال 16 من سلسله جامبل وباس، والحلقه ال 16 بعنوان المتذوق. وبنروح المدرسه وبنشوف جامبل وبيقول يوه كل يوم ناكل من نفس الاكل، ودارون بيقول له مش كده يا اخي، اكيد روكي مش هيدينا نفس الاكل كل يوم. وروكي بيقول لهم ما تخافوش ما تخافوش مش هيديكم نفس الاكل كل يوم، وبيدوم قطع فراخ، واليوم اللي بعده فراخ قطع، واليوم اللي بعده فراخ فوق بعض. لا يا روكي طلعت قد كلمتك. ومسامي بتشد جامبل وجامبل بيقول لها ايه ده، ومسامي بتقول له دي قطع الجبنه محشيه بويفر كونو المقرمش. وجامبل بيقول واه، وبيقول لها طب مين اللي عامل لك الاكل ده، وبتقول له ده الشيف اللي شغال عندنا. وجامبل بيقول لها ايه ده انت عندكم شيف فلوس موت. ومسامي بتقول له بيعمل لنا الاكل وبياخد ما بين ال 3 ل 4000 دولار. ودارون بيقول لها مصروفنا يعني. وجامبل بيقول له انت لا تاكل. ومسامي بتمشي ولسه جامبل هياكل قطع الجبنه المحشيه بويفر كونو المقرمش، بيقوم الخدام واخده منه وبيمشي. جامبل بيقول لا انا لازم اكل قطع الجبنه المحشيه، انا زيت والله. وبيروح البيت وبتكون امه عملت له الطبق اللي هو عاوزه. وجامبل بيقول حان وقت التذوق. هو بيكتشف ان الوش ملزوق عليه طبق الجبنه واللي تحت فاصوليا. وجامبل بيقول والله عارف انكم عيله معفنه ومش هتعملوا الاكله دي. وبيروح بيت مسامي وبيقابل الخدام وبيقول له لو سمحت مسامي موجوده، بيقول له موجوده هناك اهي. وبيروح يكلمها وبيقول لها انت نسيتي كرتونه المحشي في المدرسه. ويوشيدا ام مسامي بتقوم عامله نطه ولا تقول لي الراجل اللي عناه. وجامبل بيقول واه جامده قوي. ويوشيدا بتقول ابن نيكول ده بيعمل هنا. وجامبل بيقول لها والله يعني كنت بتمشى في الساعه بتاعتكم فقلت يعني ازور البت مسامي بقالها كتير ما جاتش المدرسه وبالمره يعني اقعد معاكم لحد العشاء واكل طبق المكرونه بالجبنه. ويوشيدا بتقول له يعني انت عايز تاكل. وجامبل بيقول لها وبالمره تتبنوني بدل عيله الفقيره دي. طب تصدق بايه كل يوم اصحى من النوم الاقي اخويا عامل فاسيه بنام تاني بعدها. ويوشيدا بتقول له تمام انا هتبناك علشان اغزى امك، وهيبقى اسمك من هنا وصاعدا عبد السلام يوشيدا. يلا علموه. وبيبداوا يلبسوه ويدربوه لحد ما بيطلع بالشكل ده. والجرس بيرن والشيف بيفتح وبتطلع نيكول وبتقول له ما شفتش ابني ضنايا. ويوشيدا بتيجي وبتقول لها لو عاوزه تشوفي ابنك تاني لازم تصارعيني. ونيكول بتسيبها وتمشي وبتقول لها الله يحنن عليكي. وطبق الجبنه بيجي لجامبل وجامبل بيقول ده حلو قوي. وما بتشوفه وبتقول له انت غايب من البيت امبارح ليه يا ابن الكلب. ويوشيدا بتقول له تختار تبقى من عيله يوشيدا ولا العيله الفقيره، وعلشان جامبل ابن اصول فبيختار عيلته. ويوشيدا بتقول له طب اطلع بره بيتي يا ابن نيكول. وبيطردوهم ونيكول بتقول له ليه يا ابني عملت فينا كده. وجامبل بيقول لها والله ياما كنت نفسي في طبق المكرونه بالجبنه، بس انا عارف ان احنا عيله فقيره على قدنا، بس يعني ما يظنش ان انا عليك ان انت ست فاشله وعبيطه وست بنت 60 انا ما بسخنش. ونيكول بتتعصب وبتتحول لام مثاليه. وجامبل بيقول لها اهدي انا معايا الجهاز اللي يقدر يتحكم في البيت كله. ونيكول بتقول هنعمل حاجه بس خفيفه، وبتفشل لهم الباب. وبيجوا عشان يهربوا بيلاقوا الخدامين قدامهم. معلش بس يا جماعه عشان عندي برد فتاني بقول خدامين والخدام بيقول لهم ما تخافوش ما تخافوش احنا اصلا زينا من ام العيله دي. وبيركبوا العربيه كلهم وبيفلسعوا.